بعد أكتر من 8 شهور. رحلة طويلة جدا فيها انت نزلت دروس كتير وذاكرت أكتر وامتحنت أكتر بكتير. انت دلوقتي في آخر شهرين من ثانوية عامة، ال60 يوم اللي فيهم إما تخلي كل الوقت اللي قبلها ده محسوب ودرجاتك تبقى عالية وتجيب المجموع اللي انت عايزه، أو تخليه ولا كأنه موجود من الأساس ولا أكنك ذاكرت من أول السنة. وعلى العكس لو انت ما كنتش بتذاكر فدي آخر فرصة وآخر وقت ممكن تعوض فيها. ده الوقت الأساسي اللي فيه بيتحدد بنسبة كبيرة إذا كنت هتكون من الناس أصحاب المجاميع العالية وهتذاكر كويس جدا، أو على العكس تماما وهيكون مجموع غير مرضي أبدا. فعشان كده ولدرجة أهمية الفترة دي في 3 حاجات مهمة جدا تكون بتعملهم علشان تتأكد إنك ماشي صح وبإذن الله تجيب مجموع مرضي بالنسبة لك. سنة كاملة من المذاكرة والدروس والنزول والطلوع وكل الحاجات دي هي وقت طويل على أي حد فعليا إنه يفضل مكمل كويس من غير مثلا ما يقع أو يأثر شوية طول الفترة دي كلها. بس دلوقتي بقى عدى من السنة دي أكتر من نصها وأنت دلوقتي خلاص في الربع الأخير، الوقت اللي معظم الناس بتكون أرهقت فيه لو على طول بتذاكر، او الوقت اللي فيه الناس فيه بتقع. والفكره بقى ان يعني على طول السنه وعلى مدار السنه كلها انت طبيعي جدا انك تقع وتاثر شويه وتنام شويه تريح شويه وتراكم مذاكره قد كده شويه. بس بعد كده بيكون في وقت انك بعدها تقوم تذاكر وتعوض الكلام اللي انت كونته ده كله. انما بقى المختلف في الفتره دي هو انك لو وقعت في الوقت ده فانت مفيش اي وقت انك تعوض، حتى لو انت بتذاكر طول السنه من البدايه. فلو وقعت دلوقتي هي كده هتقع باقي الوقت بقى خلاص، مفيش وقت للتعويض عشان دي فترة التعويض أصلا. فما ينفعش إنك تهمل أبدا أبدا المراجعة أو مذاكرة المنهج مرة تانية بأي شكل. والحقيقة أنا مش بس بشجعك، إنما أنا هديك أسباب على فكرة. مبدئيا كده أنا سيف، أنا في تانية حاسبات دلوقتي وانا عديت بنفس الوقت اللي انت فيه دلوقتي ده بالظبط. كنت تعبان بصراحة وكنت بذاكر كتير جدا بغباء، اكتر حتى من ال5 ساعات اللي كنت بذاكرهم لايف على يوتيوب في الوقت ده. وفعليا ارهقت بشكل مش طبيعي عمره ما اتكرر على مدار حياتي لغاية دلوقتي. لدرجة ان انا بقول لنفسي دلوقتي ان انا حرفيا كنت شخص مختلف تماما ساعتها. دلوقتي انا ما اقدرش اصلا اعمل اللي انا كنت بعمله وقتها او اذاكر كل الوقت ده. بس مش دي الفكرة، انما الفكره ان مش مطلوب اصلا مني ان اعمل نفس اللي انا كنت بعمله في وقتها اللي هو الشهرين اللي انت فيهم دلوقتي. اللي اقصده ان دي ممكن تكون من اصعب الفترات واكتر فترات حرفيا اللي انت هتبذل فيها مجهود في المذاكره في حياتك كلها. علشان دلوقتي اختيارك للكليه اللي انت عايز تكمل فيها او تذاكر لها بعد كده هو كله متوقف على ده. انما بعد كده بعد ما تعدي فعمرك في حياتك ما هتتحط في نفس الوقت المذاكره او كميه المذاكره اللي انت عايز تذاكرها دلوقتي دي، او على الاقل مش هيكون في الضغط اللي موجود عليك دلوقتي ده ابدا. فدي هي بس فترة صغيرة انت بتتعب فيها، وكل المجهود اللي انت هتعمله في الفترة اللي انت فيها دلوقتي اللي هو اخر شهرين دول حرفيا بعد ما 8 عدوا هو اللي هيحدد فعليا اذا هي ايه هي الكلية اللي انت كنت هتدخلها بعد كده، او ايه هي الكلية اللي انت هتكمل فيها بعد كده زي ما القطط بتتخانق كده. فاللي اقصده ان اجتهادك في الفترة دي هو اللي هيحدد انت رايح فين بعد كده. فخليك عارف ان طبيعي جدا انك تتعب في الفترة دي، فحاول بقى تتعب على الاخر، هات اخرك وذاكر كويس جدا على قد ما تقدر عشان هم شهرين وفي الاخر هيخلصوا. ومجهودك بقى في الشهرين دول هو اللي انت هتتجازى عنه في الاخر، علشان الشهرين دول اللي وقع فيهم ملهاش قومة، فما ينفعش تتعب فيهم. وبرضه اضمن لك انا فعليا يعني انا بكلمك من المستقبل دلوقتي بعد سنتين من الوقت اللي انت فيه، هو انك عمرك ما هتتحط في الوقت ده تاني. فهو انت بس هتتعب مجرد وقت اهو وعمرك ما هتتحط في نفس الموقف ده تاني. صح ده اصعب وقت ممكن يعدي عليك في المذاكرة والضغط ده كله. الفكرة مش في المذاكرة انا عارف او كمية المذاكرة اللي عليك، انما هي في الضغط اللي عليك. انت مش هتتحط في ده تاني، هم بس اخر شهرين لو انت قدرت تعديهم وتمشي فيهم صح وتعمل كل اللي انت قادر عليه بعدها مش هيكون في من ده تاني، فهات اخرك. بس برضو عشان كده بقى انت طبيعي انك تكون تعبان ومرهق ومش قادر تذاكر ساعات واوقات. فعشان كده مهم جدا انك ما تسيبش الموضوع لمزاجك ابدا ابدا. وعشان كده بقى لازم تعمل نظام او روتين او حاجه تخليك دايما عارف انت وراك ايه وايه اللي انت عايز تعمله او محتاج تعمله او محتاج تراجعه او ايه الحته اللي انت واقع فيها. عشان النظام او الروتين ده هو الحاجه الوحيده اللي هتبعد عن دماغك فكره انك تعبان وزهقان، او دي حاجات على طول هتفضل معاك. انما الحاجات اللي انت عارف ان هي وراك دي هي اللي مش هتخلص. فطول ما انت عارف ايه هي ساعتها انت هتكون عارف ايه اللي انت محتاج تخلصه، زي القطط اللي بتتخانق دي كده. وعشان تعمل كده في شوية عادات، او خلينا نقول بالاحرى هي عادة واحدة بس مهمة جدا جدا انك تحافظ عليها، علشان حاجة زي كده هتفضل مكملة معاك، الروتين ده يفضل مكمل معاك وما تقعش مرة واحدة.
والحاجة دي هي التو دو ليست. معظمنا عنده طرق مختلفة في ان هو يكتب التو دو ليست، سواء يكتبها على ورقة او على الموبايل او يكتبها على السبورة زي ما انا بعمل، ولكن يعني الهدف واحد زي ما احنا عارفين، هو ان نعرف ايه اللي ورانا. بس بقى مش دي المشكلة. المشكلة في هو امتى بالظبط انت بتكتب التو دو ليست دي. الحقيقة ان مهم جدا الوقت اللي انت بتكتب فيه التو دو ليست ده حتى اهم من الحاجات اللي وراك. هقول لك ليه. اللي انا كنت بعمله لما كنت مكانك هو ان انا كنت بكتب التو دو ليست دايما بالليل قبل ما بنام. انا مثلا الصبح انا هصحى، فانا عندي مثلا درس الساعه 6، كان درس مستر محمد البنا كيمياء. بعدها مثلا هاجي هطلع ارجع من الدرس اخش درس تاني، ولما اجي انا محتاج اخلص كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال هذاكر اللي انا خدته في الدرس، او هراجع الدرس كذا، وهحل امتحانين عربي على سبيل المثال. فانا كده من بالليل انا رسمت اللي انا محتاج اعمله في اليوم. كل حاجه انا عارف بالظبط انا محتاج اخلص ايه في اليوم ده. انا عارف انا هعمل ايه في الوقت كذا، وعارف بعد ما اخلص كذا هعمل ايه. فمفيش وقت في اليوم يضيع، او مفيش وقت في اليوم انا قاعد فيه عامل كده ميت ومش قادر اقوم، ومش يعني فاهم اللي هو انا عارف اللي ورايا، فانا هنجز اللي ورايا وبعدها هبقى رايح براحتي. فنادرا بقى لما كان بيكون في توهه مثلا، او في يوم بكون واقع فيه. ده موجود طبعا، كان موجود، مفيش ما فضلتش مكمل كده. بس كان نادرا لما بيحصل. على طول انا عارف ايه اللي ورايا، ايه اللي في اليوم، ايه اللي هيحصل، و ايه اللي انا محتاج اعمله. والحقيقه ان مش بس حاجه انا عملتها في ثانويه، دي الحاجه الوحيده اللي تقريبا اللي من ثانويه عامه اللي مكمله معايا لغايه دلوقتي. ده بالعكس، ده اتطورت كمان للسبوره دي. فالتو دو ليست هي حاجه يعني تقريبا والله العظيم جامده جدا، كبيره جدا، لو بس يعني عرفت تمشي بيها صح. فاعمل كده وامشي عليها صح، علشان هتساعدك جدا جدا جدا، وهتساعدك انك تحافظ بقى على النظام اللي انت ماشي بيه. فمن اهم الحاجات اللي انت محتاج تعملها هو ان ابدا ما تسيبش الموضوع لمزاجك، وانما تكون مرتب اللي انت محتاج تعمله واللي انت محتاج تخلصه وكل حاجه وراك، عشان ما تحسش انك تايه او اليوم باظ منك. صح انت قادر تكتب التو دو ليست في نص اليوم، بس في نص اليوم بعد ما خلاص انت جيت من الدروس وخلاص ما بيبقاش ابدا زي ما تكون خلاص انت هتنام دلوقتي فعارف انت هتعمل ايه بكره. في نص اليوم تحس ان هو انت ممكن خلاص بقى كنسل ده عشان ما فيش وقت. بس بالليل قبل ما تنام صدقني بعد تجربه ممكن اكون مش عارف اوصف لك ده، بس ده احسن وقت انت ممكن تكتب فيه تو دو ليست وتجهز فيه اللي انت هتعمله بعد كده. واهم بقى من ده كله هو حاجه انت اكيد عارفها واكيد حصلت لك 300 مره، هو ان التاسكات اللي انت بتكتبها دي خليك مراعي انك هتخلصها في يوم واحد مش في شهر. حلو. يعني خليها على طول في بالك كده، انت التاسكات دي هتخلص في يوم واحد، مش هتراجع الباب الاول كيمياء وجغرافيا ازاي كيمياء وجغرافيا ما تسالنيش السؤال ده. حلو. بس راعي انك هتخلص في يوم واحد. جميل. واخيرا دايما خليك فاكر ان الشهرين دول هم وقت مؤقت، كل يوم بيقلوا اكتر وبتقرب اكتر ليوم الامتحان. اليوم اللي فيه كل مجهودك اللي هتعمله في الفترة دي هيظهر، كل التعب والمذاكرة بتاعتك ساعتها هتبان نتيجتها. لما تكون مبسوط وانت خارج من اللجنة انك ذاكرت كويس جدا وحليت كويس، الفترة دي هو اخر وقت هتتعب فيه بالشكل ده، وهي الفترة برضو اللي هيتحدد فيها مسارك والمجال اللي هتكون بتذاكره على الأقل ال4 سنين الجايين. شهرين بيحددوا 4 سنين أو 7 سنين من حياتك، فهات آخرك فيهم واعمل كل المجهود اللي تقدر عليه، وسيب النتيجة على ربنا.